إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة، فألقى الله النوم على أصحاب الكهف، فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب. لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم، وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. مرت الأيام والسنون والفتية ما زالوا نائمين لم يستيقظوا، وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل، حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته، فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة، لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى، كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم. وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين، وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف، ومات الحاكم الطاغية، وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما، وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من 3 قرون. استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق، قدمي تؤلمني بشدة. ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون؟ لقد انصرم نصف الليل، وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه. أظن أننا نمنا أكثر من هذا، ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة. أشعر بالجوع الشديد. حسنا، من يحمل نقودا؟ أنا أحمل قليلا من النقود. ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا. سأذهب أنا يا سيدي، فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة. حسنا، تخير أفضل الطعام واحرص ألا يتبعك أحد أثناء عودتك. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها، فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل، رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم. يا إلهي، لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي. أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم. ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنز يا هذا؟ أيها الناس، لقد عثر هذا الرجل على كنز، تعالوا لتروا هذه النقود التي معه، تعالوا أيها الناس. تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم.
من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الإمبراطور إدريانوس. هذه نقودنا يا سيدي. لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من دقيانيوس. يا إلهي، أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة الذين فروا بدينهم من الطاغية منذ أكثر من 3 قرون؟ أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة. سوف أذهب معك بنفسي. هيا. تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف، وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى، كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم. فدخل وأخبرهم بما حدث، وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا